في الوقت الذي نحن نؤكد أننا أمة واحدة يظهر سفهاء وحمقى ومغفلون ليس لهم دين يشمتون بإخواننا الذين أصيبوا بالمصيبة. الإمام الترمذي يروي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قوله: لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. في حديث: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. إذن حذار، يكتب روحك سيدي، اكتب روحك ذنوب بزاف، إلا سقمت قبرك راك هايل. سفهاء احنا نديروا منشور، احنا واش قادرين نديروا؟ رحم الله قال لك: ما أحلى الزلزال. طيب بنادم انتيا، اليهود يبعث مساعدات وتقول لي ما أحلى الزلزال، صح ولا لا؟ إذا قلت الشماتة بالمسلمين، قال الحافظ ابن القيم الجوزية: ومن الكبائر الفرح بأذى المسلمين والشماتة بمصيبتهم. يوم من كبائر الذنوب تشوفني ساكني مشكلة.